السلام عليكم أعزائي المشاهدين. نحن معكم من منطقة الشبكة بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وحسب ما تشاهدون يقوم وكيل المحافظة القائم بالأعمال أحمد صالح عبد الحبيب بوضع حجر الأساس وضع حجر الأساس لحفر 4 آبار بعمق إجمالي 200 متر. والجهة المنفذة الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن، وهذا المشاريع سوف تعود بنفعها على الناس. ومعنا علي منصف يحدثنا عن هذا المشروع. ماذا تقول عن هذا المشروع؟ هذا مشروع استراتيجي وسيخدم مدينة عتق لعدة سنوات قادمة. نحن نتكلم الآن على حفر 4 آبار ستكون قريبة جدا من خزان مياه عتق اللي يبعد حوالي 2 كيلومتر. نتوقع في هذه الحالة أن كمية المياه المنتجة ستتضاعف في مدينة عتق أقل شيء إلى 100%، حيث هناك 4 آبار وفي بير قدها موجودة من سابق ستكون معنا 5 آبار بإنتاجية طيبة وجيدة، وستخدم مدينة عتق لعدة سنوات. ويعتبر هذا المشروع استراتيجي بعيد المدى، ويتم توسعته إن شاء الله مع خطوط الضخ، مع خزان تجميعي، مع طاقة شمسية إن شاء الله، بدعم من الجمعية الكويتية جزاهم الله خير. دعم من الجمعية الكويتية وبجهود محافظ المحافظة الشيخ عوض الوزير يتم تدشين ومتابعة مستمرة فعلا من مدير مؤسسة المياه. يعني بصراحة بذل جهد شديد جدا، ونشكر السلطة المحلية وكل من ساهم. واليوم يتم هذا التدشين الكبير بحضور مندوبين الجمعية الكويتية حسب ما تشاهدون المتواجدين أمامكم.